تخيل تكون قاعد في مكان وفجأة من غير ما تنطق ولا كلمة وكل الناس تلتفت لك وتحترمك تلقائيا، مش لأنك غني ولا لأنك مشهور، لكن فيك حاجة صعب تلاقيها، حاجة بتفرض الاحترام. إزاي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. الجزء الأول، افهم إن احترام الناس ليك مش صدفة. الناس بتحترم اللي عنده هيبة، والهيبة دي مش بتيجي بالكلام، دي بتتشاف، بتبان في نظرتك، وقفتك، طريقتك في المشي، كل ده قبل ما تنطق. لغة الجسد هي أول حاجة بتتكلم عنك. لما تمشي، امشي وكأنك عارف انت رايح فين. كتافك مرفوعة، ظهرك مفروض، دقنك مرفوعة بس مش مغرور. متخليش ايدك تلعب في جيبك أو وشك أو شعرك، دي حركات بتقول إنك متوتر أو ضعيف. في فرق بين إنك تبان قوي وإنك تبان إنك بتتظاهر بالقوة. الناس بتحس النظرة لما تبص للي قدامك، بصله في عينه لكن من غير تحدي. خليك هادي، متسرعش. اللي يقدر يتحكم في نظراته يقدر يتحكم في حضوره. الصمت قوة. الشخص اللي ساكت مش معناه ضعيف. أوقات الصمت بيخوف أكتر من الكلام. لما الناس تتكلم كتير، الشخص اللي بيركز وبيسمع هو اللي بيبان إنه المسيطر. الردود القصيرة والواثقة دايما أقوى من الكلام الكتير. الشخص اللي بيتكلم كتير بيحاول يثبت نفسه. الواثق مش محتاج يثبت حاجة. الاتزان الانفعالي، اللي يغضب بسرعة يخسر احترامه بسرعة. خليك ثابت في المواقف، متى تسرعش في ردود فعلك. كل لما تتعلم تتحكم في نفسك، كل ما الناس تحس إنك أكبر منهم. للبس والنظافة، البس بسيط ونظيف وكأنك متعود تبان محترم. مش لازم تكون غالي، لكن لازم تكون منظم. التفاصيل الصغيرة زي الحذاء النظيف أو الشعر المرتب بتفرق جدا. خد مساحة، متخافش من إنك تاخد مساحة في المكان. اقعد بطريقة مريحة وواثقة. لما تمشي خليك هادي بس ثابت، كأنك مش مستعجل على حاجة، لكن في نفس الوقت عندك هدف. مش لازم تكون أكبر صوت، لكن لازم تكون أعمق حضور. الكاريزما الصامتة، في ناس عندها حضور كده بدون ما تتكلم. السر مش بيطلبوا انتباه الناس، هم بيسحبوا. خليك الشخص اللي بيسمع أكتر ما بيتكلم، اللي بيلاحظ التفاصيل واللي دايما ردوده محسوبة. نقطة مهمة، عدم السعي للإعجاب. الناس بتحترم اللي مش بيدور على رضاهم. الشخص اللي عايش بطريقته، اللي عنده مبدأ مهما كان بسيط، دايما هيفرض احترامه. الحدود الشخصية، لما تحط حدود واضحة الناس بتحس إن ليك كيان. متخليش حد يدخل دايرتك بسهولة، لا في كلام ولا في تصرف. اللي بيحترم نفسه بيتحط له حدود تلقائيا. الخلاصة العملية، ازاي تطبق ده كله؟ 1. كل يوم الصبح قبل ما تنزل بص لنفسك في المراية كأنك غريب واسأل، لو قابلت الشخص ده هتحترمه؟ 2. راقب جسمك، ازاي واقف، ازاي بتبص، ازاي بتتحرك. 3. لما تكون في وسط الناس اسمع اكتر واتكلم اقل. لما تتكلم خليك مباشر. 4. سيب انطباع حتى لو ما اتكلمتش، وخلي كل تفاصيلك تقول انا موجود. ومش لازم اشرح نفسي. الناس مش بتفتكر اللي بيزعق، الناس بتفتكر اللي حضوره ما كانش بيتجاهل. الشخص اللي وجوده بيغير طاقة المكان، واللي احترامه مش طلب بل نتيجة. لو حاسس انك من النوع اللي مش بيتكلم كتير بس عايز الناس تشوفك على حقيقتك، اكتب في الكومنتات انا موجود من غير صوت، وهنحضر لك الفيديو الجاي مخصوص ليك. خليك فاكر، احترامك مش محتاج صوت عالي، محتاج حضور تقيل. انتهى.